ياس تروب المدير الفني للأهلي يشرح بالفيديو للاعبين نقاط القوة والضعف في وادي دجلة، ويحذر من الاستهانة بالمباراة خاصة في ظل النتائج الإيجابية الأخيرة للمنافس ودخوله المربع الذهبي ومنافسته على المراكز الأولى. تروب يخطط لمنح أشرف بن شرقي بعض الدقائق أمام وادي دجلة لتجهيزه للمباريات المقبلة، كما قرر مع وليد صلاح الدين منع المنصات الإعلامية الرسمية من حضور التدريبات حفاظاً على سرية الاستعدادات بعد تسريب التشكيل في المباراة السابقة. استاد القاهرة يعود لاستضافة مباريات الدوري بداية من مواجهة الأهلي ووادي دجلة مساء الثلاثاء. وكيل أليو ديانغ يواصل محاولاته لإقناع الأهلي بالموافقة على رحيل اللاعب، ويعرض 100,000 دولار إضافية رغم تمسك النادي ببقائه حتى نهاية الموسم. غراديشار يستعجل الأهلي لحسم موقفه النهائي قبل تراجع النادي المجري عن الصفقة مع اقتراب نهاية الميركاتو الشتوي، خاصة بعد تأجيل سفره بسبب عدم حسم صفقة المهاجم البديل في ظل تقارير عراقية تؤكد رفض أحد اللاعبين اللعب للأهلي حفاظا على استقراره قبل كأس العالم. ماهر فالح وكيل مهند علي ينفي رفض اللاعب الانتقال للأهلي، مؤكدا أن الأمر مرتبط بموافقة نادي دبي الإماراتي على البيع. الأهلي ينفي في الوقت نفسه تلقي عرضاً قطرياً ضخماً لضم مروان عطية، ويؤكد عدم مناقشة أي عروض تخص العناصر الأساسية. لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد هاني 30 قبل مواجهة وادي دجلة. المدير الرياضي لنادي دينامو زاغرب يؤكد تلقي عرض ألماني لضم الجزائري منصف بقرار، وينفي وجود أي عروض من الأهلي مع تمسك ناديه باللاعب حالياً. وكيل مصطفى سنجاري ينفي وجود مفاوضات مع الأهلي، مؤكدا استمرار اللاعب في الدوري البلغاري. الأهلي يغلق ملف إعارة كريم فؤاد، ويأمل في ابتعاده عن الإصابات بعد عودته للمشاركة في التدريبات، واللاعب يحتفل بتعافيه. محامي رمضان صبحي يقلل من فرص قبول المحكمة الفيدرالية لاستئناف إيقاف اللاعب 4 سنوات، بينما يؤكد محمد رشوان محامي جماهير الأهلي وجود جهود كبيرة من النادي في ملف الجمهور المحبوس ستظهر نتائجها قريباً. توقعات بإجراء مكالمة بين رمضان صبحي والكابتن محمود الخطيب خلال الساعات القادمة لتوجيه الشكر لرئيس الأهلي على دعمه للاعب في أزمته الأخيرة. أولتراس شبيبة القبائل يدرس مقاطعة المدرجات في مباراة الأهلي بالجزائر يوم 6 فبراير المقبل حال استمرار النتائج السلبية، بينما يدافع المدرب جوزيف زنباور عن نفسه بعد التعادل مع الجيش الملكي، مؤكدا تعرض فريقه للظلم وحرمانه من ركلة جزاء. أحمد معمر ظهير شبيبة القبائل مهدد بالغياب عن مواجهة الأهلي بسبب الإصابة. محمود حسن تريزيجيه ينضم لعائلة أديداس في الشرق الأوسط ليصبح وجها دعائيا للشركة إلى جانب محمد هاني. منتخب مصر يقترب من خوض مباراة ودية أمام النمسا في يونيو المقبل ضمن الاستعدادات لكأس العالم. مصطفى محمد يعود للتسجيل مع نانت رغم الخسارة أمام نيس، بينما يعلن الاتحاد السكندري ضم عبد الرحمن مجدي من بيراميدز على سبيل الإعارة. يوسف بلعمري ظهير الأهلي الجديد يعرب عن سعادته بالانضمام للنادي، مؤكدا أن حديث مسؤولي الأهلي كان حاسما في قراره رغم تعدد العروض، ويؤكد جاهزيته لتحمل الضغوط الجماهيرية بعد تجربته مع الرجاء المغربي.